كابتن طارق السيد بيتكلم على ظلم الزمالك وعدم الرعايه ليه مع انه كان الاول في العالم واخد كل البطولات. تعال اسمع كابتن طارق السيد بيقول ايه على ظلم الزمالك. من 2000 ل 2005 نادي الزمالك نمره 1 في مصر. ل 2003 ل 2004 اخر بطوله دوري 2004. اكمل بس الكلمتين دول ماشي. اللي الراعي الدوري مؤسسه كبيره جدا مصريه، صح؟ تمام. الزمالك نمره 1 في مصر. نمره 1 في مصر. بالعكس انا معاك. من 2005 ل 2025 الاهلي رقم 1 في مصر. كمل طيب كمل. انا معاك. تمام ماشي. عشان باسم بيقول نقطه، حقق العداله. حق الرعايه بتاع الزمالك 3 مليون جنيه، وهو احسن فرقه في مصر واحسن فرقه في العالم 2002. ولا كلام مش مظبوط؟ كلام مظبوط. المفروض ان الشركه الراعيه المسؤوله بتدي الزمالك 3 مليون في ظل ان فرقه في الفتره دي اقل من الزمالك بطولات ونتائج وكل حاجه تاخد 15 مليون جنيه. ليه هو بقى ده يا الفرق. كابتن؟ ليه هو بقى؟ ده الفرق يا مهم. عارف ليه؟ ثانيه واحده بس. هو ده الفرق، ان العداله مش متحققه، العداله مش موجوده، العداله مش ادي الزمالك العداله. وده الكابتن الجوهري، الكابتن الجوهري بجلاله قدره اللي هو اعظم مدرب